الفيديو ده النهارده انا هتكلم عن بيع بيت الاب والام. يعني لما انت تبيع بيت امك وابوك سواء توفوا او عايشين وابوك جه يبيع عشان يجيب لك في مكان تاني او حاجه تانية، لا، ارفض، قول له ما تبيعش يا بابا، ما تبيعش. ولو بعد الشر الوالد مش موجود وانتوا كاخوات وكده ما تبيعوش. بيع الاب بيت الاب ده ما يتباعش ابدا، ما تبيعهوش خالص. ليه بقى؟ اقول لكم ليه. بصرف النظر عن مكان راقي مكان شعبي، انا مش بتكلم في النقطة دي. انا بتكلم في نقطة بيت الاب اللي انت عشت فيه عمرك كله وكبرت فيه. ده انا بتكلم لكل بنات السعودية وبنات الخليج وبنات مصر، وكلنا اخوات وحبايب وكلنا حاجة واحدة، ايد واحدة. بيت الاب اللي انت اتولدت فيه وعشت فيه وتربيت فيه وكبرت فيه، والجيران فيه اللي هم زي اهلك، اللي هو 10 سنين عمرك ما هتلاقي جيران كده تاني. الشوارع اللي انت مشيت فيها، المحلات، بنات الحته ولاد الحته على حسب يعني الجنسين المختلفين. انا كبنت مثلا بنات الحته صحباتي في العماره وفي الحي وفي المنطقه، الجيران اللي زي امي وابويا، الاخواتي كل الحاجات، ذكريات الطفوله، امك وابوك، مدرستك، حياتك كلها. الحاجات دي ذكريات، صدقوني انا عشت الحياه دي. وبابايا ربنا يخليه هو اللي باع البيت ده، وكان في منطقه راقيه جدا. وهجيب باذن الله ان شاء الله، بس انا بعيني قريب. وهجيب في منطقه برضو كويسه، بس مش هتبقى بنفس المساحه طبعا، بس مقصر. يعني حتى لو جبت في نفس يعني الاريا كده، بتبقى غير البيت اللي انت اتربيت فيه او الشقه اللي انت اتربيت فيها، اللي انت كبرت فيها. اللي هي الحيطان، كل ركن بينطق بالذكريات. كل شباك بتفتحه بتفتكر الشباك ده انا وقفت فيه مثلا، كنت بتفرج على كذا، كنت بستنى صاحبتي فيه، كنت بستنى بابا يجي فيه ويطلع. الحاجات دي ليها احساس بشع ما يحسش بيه غير اللي جربه. مهما كبرتي واتجوزتي ورحتي وجيتي، بيت ابوكي ده خط احمر. بيت ابوكي غير بيت جوزك. بيت جوزك سوري ممكن يحصل اي حاجه انت تسيبيه وتمشي، ممكن تغضبي، ممكن يحصل انفصال، ممكن يحصل اي حاجه، صح ولا لا؟ كلنا بنتعرض لكده. لكن بيت ابوكي هيفضل هو السند، هو العمود اللي قايم اللي حميكي، هو السقف اللي حميكي ومضلل عليكي، الحيطان اللي قوياكي، الارض اللي بتمشي عليها بكل فخر. انا بقول لكم انا متاثره لان انا عشت الحياه دي، وبابايا ربنا يخليهولي وهجيب شقه قريب. بس مأثره فيا جدا، لان انا عشت عمري كله، عمري كله حلو بوحشه كله في البيت، في الشوارع، الجيران اللي هم زي اهلك. لو باباكي مسافر او كده بيجي انكل او كده جارك ده يحل محل ابوكي، يخاف عليكي، جيتي متاخر، كنت فين، تحس ان ابوكي معاكي. عشرة عمر مربينك وانت صغيرة طفلة. البنات اللي هم في سنك اللي انتوا كبرتوا سوا، اللي منهم اتجوز ومنهم ما اتجوزش، منهم انفصل، ايا كان بيرجعوا لبيت الاب تاني. هو الظهر والامان. بيت ابوك هو السند، هو الامان، هو الكرامة. يعني كرامتك في بيت ابوك اللي اتولدت وعشت عمرك كله فيه. بيت الاب ده كرامة. مهما رحت منطقة تانية مش هيبقوا عارفينك او عارفينك، مش هيبقوا عارفيننا، مش هيبقوا عارفين انت مين، انت بنت مين، انت اتعلمتي ايه، انت عشت ازاي، انت اتصرف عليك ايه، انت سافرت فين، انت ابوكي وامك مركزهم ايه، انت عشت ازاي. مش هيبقوا حاسين بالحاجات دي غير اللي هم عاشوا معاكي، اللي هم عارفينك انت رحتي فين وجيتي منين، ومين بابا ومين ماما ومين اهلك، وفين مدرستك وفين جامعتك وفين صحباتك وفين حياتك. عارفين الكرامة هنا، دي الكرامة والفخر، كرامتك. لكن مهما رحتي في مكان تاني، مهما كنت بتدفعي والله لو مليارات، هيبقوا برضه مش عارفين. ما في ناس بتبقى طبقة سوري يعني مش ولاد اصول قوي بيختنوا فجأة. انا بتكلم عن بيتك، بيت امك وبيت ابوكي، هو ده الفخر، هو ده الامان، لان في اصلك مش فلوس، لا، الاصل هو ولاد الناس المتربيين، ولاد الاصول المتعلمين على الاصل والصح والغلط والعيب والحرام، اللي بينهم ترابط، اللي بيخافوا على بعض، اللي ما بيأذوش مشاعر بعض، اللي بيساعدوا بعض وقت الزنقة. كل الحاجات دي هتلاقيها صدقوني في بيت ابوكوا وامكوا، بيت ابوكوا.
بيت ابوك السند والظهر، ما في بعده لو ملايين. اي حد لو بيت ابوك يتباع قول لا، مش هبيعه. لو هاخد ملايين مش هبيع. لو اخر لو هتاكلها بعيش حاف كلها بعيش حاف وما تبيعش بيت ابوك. اكتر من كده كلها بعيش حاف، بس نام في بيت ابوك مرتاح كده ورافع الراس والكرامه وحاسس بالامان حواليك. الامان ده مهم قوي، وما تبيعهوش الا اذا في ناس بقى مثلا محتاجين قوي او في حاجه او مشاكل على الارث موت كده. لكن كوضع في ناس بتبيع زي حالاتنا حاجات تافهه علشان ما يحصلش مشاكل وكل واحد ياخد نصيبه ويجيب الشقه اللي على هواه. لا ده تفاهه عن تجربه. اوعى ندم العمر كله. ندم ان شاء الله تكونوا 100 اخ 2 10 3 اقعدوا مع بعض بقى بيت مفتوح، هو ده بيت ابوك. لكن ما تقولش عشان راحت بالي انا واخويا وكل واحد ياخد نصيبه وكل واحد يجيب الشقه على هواه وخلاص. لا لا لا، انت واخوك او انت واختك او انت ايا كانت اكتر من 2 3 4 لا. لا، اما كل واحد يجي كده يمشي في البيت كده ويلف في جدران ابوه وامه اللي عاش فيها عمره كله، لا دي بالدنيا. لما تقف في بلكونتك تتفرج ولا في شباكك دي بالدنيا وما فيها، عن تجربة دي بالدنيا وما فيها. لما تنزل تمشي في الشارع الناس المحلات اللي عارفينك وبيسلموا عليك او عارفينك بتحس بأمان ما بعده أمان. لكن لما تروح حتة غريبة بيبقى خوف رعب. الأمان ده وقع، انتهى. آم، كل حاجة انتهت، بتبقى خلاص انت حاسس انت ضايع. مهما يكون معاك فلوس، والله الفلوس مش بتجيب الأمان زي البيت اللي اتولدت فيه. كلنا بناكل وبنشرب وبنلبس وبنتعلم وبنروح وبنيجي، مش طمع. اوعى تبيع بيت ابوك عشان هيجيب لك فلوس كتير تقول ايه يلا واجيب الاحلى. حتى لو جبت الاحلى مش هتلاقي فيه السعاده اللي هي والامان اللي انت عشت عمرك كله في بيت ابوك وامك. مش هتلاقيها، والله ما هتلاقيها. بحلف لكم بالله انا الفيديو ده بعمله مخصوص عشان اي حد بيفكر يبيع علشان هيجيب فلوس كتير ويجيب الشقة الاكبر او المنطقة الاحلى شوية او اللي زيها بس احلى، او المشاكل عشان مشاكل الميراث بقى وكده. لا، غير لو كانت مشاكل بقى موت يعني خلاص، يعني عائلات بقى بيقطعوا بعض بيع مش مشكلة بقى خلاص يعني، وعوضك على الله وخلاص. لكن بصراحة الأمان والاستقرار والفخر والسند والراحة البال دي بالدنيا. راحة البال دي انك تنام على المخدة او تنامي على المخدة دي كده حاسة بأمان، دي مش هتلاقيها غير في بيت امك وابوك. الجدران لو تنطق تتكلم، الارض لو تنطق تتكلم، الابواب والشبابيك لو تنطق تتكلم، تقول انا سندك، انا ظهرك، انا اللي كنت خايفه عليكي، انا اللي حميتك عمري كله، انا اللي حسستك بالامان. مش هتلاقي حيطه زي الحيطه اللي انت اتربيتي فيها، مش هتلاقي شباك زي الشباك اللي انت كنت بتفتحيه وتتفرجي منه وتنتظري باباكي جاي او مامتك. مش هتلاقي ابدا ابدا ابدا. انا بقول لكم الكلام ده وانا متاثره جدا. باب الشقه اللي انت بتخشي وتفتحيه ده لو فتحت اي باب شقه تانية مش هتلاقي نفس مش عارفه اقولها لكم ازاي، يعني نفس الدخله دي. الواحد لما بيفتح بيت امه وابوه بيشم ريحتهم جواه، حتى لو هما مش معاه مسافرين، حد منهم توفى، موجودين، صدقوني بيبقى ريحه امك وابوك، ريحتك انت، ريحه اخواتك، ريحه ذكرياتك، ريحه حياتك كلها، صحابك، صحباتك، مدرستك، مدرسينك، حاجات كتير قوي. لما بتفتح الباب ده بتشم الريحه دي جوه بقلبك، قلبك اللي بيشم الريحه دي، ريحه السند وريحه الامان. بتشمها كده، قلبك كده بيشمها كده. تاريخ كبير، تاريخ ما بينتهيش ابدا، بيفضل كده موجود. فبتبقى قهرة بقى كمان ما الواحد بيبيعه مهما خد فلوس، والله لو ايه ولا بتسوى تقول يا ريت ياخدوها وياخدوا فوقيها و... وارجع تاني. مهما جبت حاجة وي لا. ما بتكلمش على الحاجة او الواو او كده، لا، انا بتكلم عن الاحساس بالامان في وسط مكانك وحتتك وناسك وجيرانك اللي عشت فيها عمرك كله. الاحساس ده ما يسواش ملايين ولا مليارات الدنيا كلها، ما يسواش. انا بقولكوا عن ثقة مجربة، يعني عشتها بالفعل بالفعل.
بيت امك وابوك هو سندك وظهرك وفخرك وعزتك، زي وطنك بالظبط، زي وطنك، وطنك وبيتك. بس مفيش فيها كلام تاني. يابا ما كنش جبت لكم نوع من الزهق وقلت دي مملة. انا بحب اقول لكم معلومة واللي جوايا وبشارككم باي حاجة بحس بيها، اي حاجة بتحصل لي، اي حاجة بتبقى فيها في حياتي مرت بيا كده. يا ريت بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو جديد يوصل لكم. اشتركوا في القناة يا حبايبي. السلام عليكم.